فطيرة الجبن بالعجينة السائلة. سويت منها نكهتين، واحدة قريبة من المناقيش والثانية مثل البيتزا، وطلعت كلش هشة وطيبة. ضروري تجربوها لأن كلش سهلة التحضير. بالخلاط أو نخلط يدوي. نحتاج بيض بدرجة حرارة الغرفة وحليب ومي ويكونون دافين. ضفت لهم زيت الزيتون ولبن بدرجة حرارة الغرفة، وخليت الخميرة، الشكر، البيكنج باودر والملح، وآخر شي ضفت الطحين وخلطتهم. قسمت الخليط إلى نصين وعفتهم يرتاحون مدة نص ساعة إلى 3/4 ساعة. وورا ما ترتاح العجينة ممكن تضيفون المكونات اللي انتو تحبوها. بأول كاسة ضفت جبن مالح، طماطم مجففة، وإكليل جبل وزيتون أخضر، وخليتها بالتبسي. والكاسة الثانية ضفت نعناع، زيتون، جبن وزعتر. شويتهم فرن محمي مسبقا على درجة حرارة 350 فahrenheit، وتاخذ من 35 إلى 40 دقيقة أو على حسب الفرن. وممكن بآخر كم دقيقة تخلون جبن على الوجه. وبس بالعافية.